السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباراة مهمة جدا في تصفيات أفريقية كوت ديفوار 2023، مباراة منتخب ملاوي والمنتخب المصري، وفوز كبير جدا للمنتخب المصري على منتخب ملاوي بنتيجة 4 لا شيء. طبعا كانت مباراة تعتبر مباراة عنق زجاجة، لأن طبعا أول أمس كان في مباراة ما بين منتخب أثيوبيا ومنتخب غينيا، وانتهت بفوز منتخب غينيا خارج الديار على أثيوبيا في عقر دارها ووسط جماهيرها بنتيجة 3-2. وطبعا ارتفاع نقاط غينيا الى 9 نقاط حط المنتخب المصري تحت ضغط، ولكن الحمد لله المنتخب المصري قدر امس انه يفوز على منتخب ملاوي بنتيجة 4 لا شيء. ابتدى المنتخب المصري بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى. ناحية الشمال عندنا محمد حمدي، ناحية اليمين محمد هاني. لعبنا باتنين في القلب ارتكاز، احمد حجازي ومحمد عبد المنعم. قدامهم اتنين في نص الملعب، طارق حامد ومحمود حمادة. قدامهم احمد سيد زيزو، واتنين تحت رأس الحربة، محمد صلاح ناحية الشمال، وعمر مرموش ناحية اليمين، ورأس الحربة الصريح مصطفى محمد. المنتخب المصري كان بيلعب بطريقة 4-3-3، ولكن واقعيا في الملعب كان بيلعب بطريقة 4-2-1-3. وكان محمد صلاح بيعمل شيفت مع عمر مرموش اثناء اللقاء اكتر من مره، ودي بتربك الدفاع، لان طبعا محمد صلاح حضراتكم عارفين طبعا بيتمسك من باكتر من لاعب في الملعب. ف مستر فيتوريا مديله هو عمر مرموش تعليمات بسويتش كل شويه في الملعب، ودي طبعا بتربك ايه المساكين لاي فريق بيلعب قدام المنتخب المصري. ابتدى اللقاء بضغط كبير جدا من المنتخب المصري، وقدر طارق حامد انه يحرز الهدف الاول في الدقيقه الرابعه. كوره من ناحيه الشمال لمحمد صلاح داخل منطقه الجزاء، يريحها لبره لطارق حامد القادم من الخلف على قوس 18، يطلق صاروخ ارض جو تضرب في الشبكه من جوه، محرزا الهدف الاول لمنتخب مصر. وده يعتبر الهدف الاول الدولي للاعبنا طارق حامد. عندنا جاء الهدف الثاني في الدقيقة 16، ضربة ركنية نفذها محمد صلاح. ضربة ركنية من ناحية اليمين، لعبها بالعرض أرضية، وصلت لمصطفى محمد اللي يلعبها في السيكس يارد لعمر مرموش، اللي تخبط كده في ركبته وتدخل المرمى، محرزا الهدف الثاني للمنتخب المصري. طبعا بعد الهدف الثاني يعني المنتخب المصري مسك زمام الامور في اللقاء، والاحباط تصدر لمنتخب ملاوي. ففي الدقيقة 20 محمد صلاح حامل الأختام طبعا يستلم كرة من ناحية اليمين من بعد منتصف الملعب، ويدخل للعمق على حدود منطقة الجزاء، يعمل 1-2 مع مصطفى محمد اللي ريحها له تريح حلو قوي 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 داخل منطقة الجزاء، ويشوط صاروخ بشماله على شمال الحارس ملاوي، محرزا الهدف الثالث لمنتخب مصر. وفي الدقيقة 50، يعني الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني، قدر أحمد سيد زيزو إنه يحرز الهدف الرابع والأخير من كورة من ناحية اليمين لمحمد هاني، يرفعها له عرضية جميلة متقنة، يحطها وان تاتش على طول على يمين الحارس، محرزا الهدف
الرابع، وينتهي اللقاء بفوز كبير لمنتخب مصر على منتخب ملاوي، ويتصدر المنتخب المصري مجموعته. ترتيب المنتخب المصري بعد هذا اللقاء: أصبح مصر 9 نقاط من 4 مباريات، ومعاها 5 أهداف. في المركز الثاني غينيا 9 نقاط من 4 مباريات، ولكن معاها 3 أهداف. ملاوي 3 نقاط. وفي المركز الرابع اثيوبيا 3 نقاط. عندنا المباراة القادمة لمنتخب مصر هتبقى امام منتخب غينيا في غينيا يوم 12 يونيو القادم بمشيئة الله. عندنا كان في مباريات برضو في تصفيات الأمم الأفريقية. عندنا ليبيا كانت بتلاعب تونس، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب التونسي خارج الديار بهدف لا شيء. وعندنا منتخب موزمبيق كان بيلاعب المنتخب السنغالي، وقدر المنتخب السنغالي ان يفوز خارج الديار على منتخب موزمبيق بهدف لا شيء. وعندنا كان في مباراة ناميبيا والكاميرون، وانتهت بفوز ناميبيا على الكاميرون 2-1. بكده عندنا في 7 فرق حتى الآن متأهلة إلى نهائيات أفريقيا كودوفار 2023، وهم المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي ومنتخب جنوب افريقيا ومنتخب بوركينا فاسو ومنتخب المغرب، بجانب منتخب كوت ديفوار منظم البطولة. عندنا من المباريات برضو اللي اتلعبت امس في تصفيات الامم الاوروبية المانيا 2024، في مباراة مفاجأة، وهي فوز المنتخب الاسكتلندي على منتخب اسبانيا 2-0. في مباراة يعني عايزين نقول المنتخب الاسباني كان هو الاخطر وهو الاقرب لاحراز الاهداف، ولكن المنتخب الاسكتلندي قدر انه يستغل الفرص اللي جات له ويحرز هدفين على ملعبه وسط جماهيره، ويرتقي الى النقطة السادسة، و يبقى المنتخب الاسباني ب3 نقاط. عندنا في مباراة أخرى وهي مباراة تركيا وكرواتيا، وقدر منتخب كرواتيا يفوز على تركيا خارج الديار 2-0، وأصبح منتخب التركي معاه 3 نقاط زي ما هو، ومنتخب الكرواتي يرتقي إلى النقطة الرابعة بعد أن تعادل في المباراة الأولى. نتنقل إلى موضوع آخر، وهو انتقال ليونيل ميسي إلى برشلونة. فتجددت الآمال وهي في انتقال ميسي إلى برشلونة بعد تباعد أو تعثر تجديد برشلونة، تجديد باريس سان جيرمان مع ميسي، واقتراب ميسي من العودة إلى برشلونة، خصوصا ان ليونيل ميسي قال انه هيخفض راتبه من اجل العودة الى برشلونة. ومنتخب برشلونة ونادي برشلونة متمسك جدا بعودة ميسي الى صفوفه مرة اخرى، خصوصا بعد فوز الارجنتين بكأس العالم قطر 2022 والحضور الجماهيري الكبير والمساندة الجماهيرية لميسي، ودي يعني هتعطي قوة تسويقية لنادي برشلونة في ظل وجود أو عودة ميسي مرة أخرى إلى نادي برشلونة. عندنا من الأخبار اللي تعتبر أخبار يعني أخبار جميلة، وهي وصول بعثة نادي الهلال السوداني إلى القاهرة اليوم. وعندنا السفير السوداني استقبل البعثة في المطار بجانب الأستاذ سمير عدلي مدير الإداري للنادي الأهلي.
وقال رئيس بعثة الهلال ان هو استقبل احسن استقبال في مطار القاهرة، وشكر النادي الاهلي، وشكر السفير السوداني في مصر، وشكر بالاخص الاستاذ سمير عدلي على حفاوة الاستقبال، وشكر كمان العاملين في المطار على الحفاوة وتعاملهم مع البعثة بطريقة جيدة. طبعا عايزين نقول ان مباراة النادي الاهلي هتقام يوم السبت المقبل 1 ابريل على استاد القاهرة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة. وطبعا المباراة دي حاسمة للفرقتين، لان احنا عارفين طبعا النادي الاهلي يحتاج الى الفوز 1-0 يؤهله، واي فوز بهدف للنادي الهلال، يعني لو النادي الاهلي كسب 2-1 النادي الهلال هو اللي يتأهل الى دور الثمانية في بطولة دوري ابطال افريقيا. دي كانت اخر حاجة معانا النهاردة. نلقاكم في حلقة جديدة من جوه جول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.